9-year terror campaign of lies has to end. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating. Woody! Jesse, hello? Is it as bad out there for toys as they say it is? We're finding more abandoned toys each day. فيلم رعب بميزانية قليلة جدا بيصدم هوليوود كلها ويجمع أكتر من 200 مليون دولار، وفي نفس الوقت فيلم المخرج أسطوري بينزل في السينمات ومش عارف يجيب حتى حق الفشار اللي الجمهور بياكله. الأسبوع ده في البوكس أوفيس الموازين اتقلبت تماما، وفي ملك جديد قاعد على العرش في أول أسبوع عرض ليه ومحقق 160 مليون دولار. النهارده أنا جايب لك أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس الأسبوع ده. أنا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 مايكل. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. الفيلم بياخدنا في رحلة جوه حياة ملك البوب مايكل جاكسون، من أول ما تم اكتشاف موهبته وهو طفل صغير وقائد لفرقة جاكسون 5 لحد ما طموحه الإبداعي خلاه يتحول لأكبر نجم ترفيهي في العالم. الفيلم بقاله 9 أسابيع، الأسبوع ده محقق 2 مليون دولار بإجمالي إيرادات في أمريكا وصلت ل 368 مليون دولار عشان يحقق عالميا 960 مليون دولار، وكل ده وميزانيته 155 مليون دولار. رقم 9 The Death of Robin Hood. He was not a hero. You were a murderous brigand. It's a curse. بنشوف روبن هود وهو غرقان في ماضيه بعد حياة مليانة جرائم وقتل، وكمان بيلاقي نفسه مصاب إصابة خطيرة جدا بعد معركة كان فاكر إنها الأخيرة ليه، بس بيقع في إيد ست غامضة بتقدم له فرصة أخيرة للخلاص. الفيلم في أول أسبوع عرض ليه محقق 2 مليون و600 ألف دولار. رقم 8 لافيتيكوس. فيلم رعب وخيال علمي غريب، قصته بتدور عن شابين مراهقين بيحاولوا يهربوا من كيان عنيف ومرعب. الكيان ده بيتشكل وبياخد مظهر أكتر شخص هم بيتمنوه. الفيلم محقق في أول أسبوع ليه 2 مليون و600 ألف دولار. رقم 7 ستار وورز ذا ماندلوريان أند جروجو. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. We're protecting everything the rebellion fought for. Good luck. You're gonna need it. We need a professional. Hang on. بعد ما كان صياد جوائز وحيد، ديندي جارن وتلميذه الصغير جروجو بيبدأوا رحلة ومغامرة جديدة ومثيرة جدا. الفيلم بقاله 5 أسابيع ومحقق الأسبوع ده 3 مليون و900 ألف دولار بإجمالي إيرادات 172 مليون دولار بميزانية مرعبة وصلت ل 165 مليون دولار. رقم 6 ماسترز اوف ذا يونيفرس. I never stopped trying to get back home. Everything changed since you left. It's all gone. It's all my fault. I know how it feels to fail. You may have the power, but you're too scared to use it. القصة عن شاب عايش على كوكب الأرض بيكتشف فجأة إرث سري مذهل، وإنه في الأصل أمير لكوكب فضائي، وعشان يحمي مملكته لازم يستعيد سيف سحري ويرجع لبيته. الفيلم في أسبوعه الثالث ومحقق 5 مليون و600 ألف دولار بإجمالي إيرادات وصلت ل 57 مليون دولار. رقم 5 سكيري موفي. Shit. Back again. My God, he stabbed her. We back. I had been preparing for this for years. Hello, Mother. Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit. Why just half gay?
القصة بتبدأ لما 2 صحاب بيلاقوا نفسهم فجأة محبوسين في فوضى ومصايب مليانة قتلة ووحوش وكائنات خارقة للطبيعة من جديد. الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات، والأسبوع ده محقق 6 مليون و700 ألف دولار، ووصل بإجمالي إيراداته ل 98 مليون دولار، وكل ده وميزانيته 30 مليون دولار. رقم 4 باك رومز. Hello? I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you feel me? Oh my God. القصة بتحكي عن مريض عند دكتورة نفسية بيختفي فجأة جوه بعد تاني ورا حدود الواقع، وعشان تنقذه بتضطر الدكتورة انها تغامر وتدخل بنفسها جوه المجهول المرعب ده. الفيلم محقق الاسبوع ده 7 مليون و300 ألف دولار، بإجمالي إيرادات وصلت ل 175 مليون دولار في 4 أسابيع عرض، وكل ده وميزانيته 10 مليون دولار. رقم 3 اوبسيشن. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Jeez, what kind of spells you put on her? القصة بتحكي عن شاب رومانسي يائس بيكسر فرع شجرة الصفصاف السحرية عشان يكسب قلب البنت اللي بيحبها، وبيحصل فعلا اللي طلبه بالظبط، بس بسرعة بيكتشف ان بعض الرغبات بتيجي بتمن مظلم ومرعب جدا. الفيلم معمول بميزانية 750 ألف دولار بس، والأسبوع ده محقق 14 مليون دولار، بإجمالي إيرادات صدمت هوليوود ب 216 مليون دولار في 6 أسابيع عرض. رقم 2 ديسكلوجر داي. Let's take a look at today. Let's today is today's. What's happening to me? People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too. This 79-year terror campaign of lies has to end. فيلم خيال علمي وغموض للمخرج ستيفن سبيلبرج. الفيلم بيلعب على سؤال مرعب: لو اكتشفت اننا مش لوحدنا في الكون وفي حد وضح لك ده واثبته لك، ايه هو هيكون رد فعلك؟ الفيلم في اسبوعه الثاني ومحقق 17 مليون دولار، باجمالي ايرادات وصل ل 78 مليون دولار، وكل ده وميزانيته 115 مليون دولار. رقم 1 توي ستوري الجزء الخامس. Bonnie, there's a package for you. Oh, thank you. Hi there, I'm Lilypad. Let's play. Extinction! Not again! Up to you, device. Please, call me Lily. Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends. Yeah. But then you had to ruin Got it. You're not even listening to me. I'm always listening. Woody! Jesse, hello? Is it as bad out there for toys as they say it is? We're finding more abandoned toys each day. في المركز الأول والمكتسح توي ستوري. وودي وباز وجيسي وباقي الشلة بيلاقوا نفسهم في تحدي جديد ومختلف تماما لوقت اللعب بتاعهم، والتهديد ده هو الأجهزة الإلكترونية اللي سحبت البساط منهم. الفيلم في أول أسبوع ليه ومحقق رقم إعجازي ب 160 مليون دولار. ودي كانت نهاية الفيديو للأفلام المتصدرة البوكس أوفيس للأسبوع ده. قولولي في الكومنتات إيه أكتر فيلم قصته شدتكم وناويين تتفرجوا عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السينما والأفلام. أشوفكوا على خير.